محمد خفاجة ايه اللي جابه هنا يا ريا؟ بعدين نبقى نقول. هو مين اللي جوه؟ ضيوف. لا بالذمة مين؟ ايوه بقول لك ضيوف. ضيوفك انت ولا ضيوف سي محمد خفاجة؟ ضيوفنا احنا الاتنين. عايز حاجة تانية؟ طب نبص بصة. لا ده انا رزيل قوي ومش هنتعتع من هنا لما نبص بصة. سي محمد محرج عليا ما ندخلش حد عليهم. روح بقى خلي الشغلانة تسلك. ما تروح يا جدع. عرفت واتقصت. رقصت وعرفت ان الرزالة اللي على حق من حقها تتبرى مني. عرفت انني شرابة خرد، انني ولا حاجة، ان لا ليا كلمة ولا ليا عازة. ايه ده روق يا عبد الرازق. ايه اللي حصل لده كله؟ انا مش فاهم يا عبد الرازق ايه اللي مزعلك؟ تكونش لا مؤاخذه ريا اتصدرت لك؟ صدرت لي؟ تصدق يا حسب الله؟ هتصدق ان شاء الله. مراتك بهدلتني ومرمطت بكرامة الارض، جايبه لسي محمد خفاجه حرمتين وما هنش عليها تقول لي تعالى يا عبد الرازق اتفضل يا عبده، مع انها عارفه كويس ان سي محمد ده صاحبي وعيب قوي نبقى اني قاعد هنا وهو قاعد مع الحرمتين جوه لوحده. يقول عليا ايه؟ اهو ده بقى اللي بيزعلني منك يا عبد الرازق. انت عارف كويس لا مؤاخذه ان ريا ملهاش في البطال، واحنا لا مؤاخذه لو كنا عاوزين نشتغل في الخبز كنا اشتغلنا فيه من زمان. بنقول لك حشتني يا جدع، تبقى حشتني ليه؟ عشان ها ولا عشان ها؟ انا نقول لك بقى اللي بيدور في دماغك ده غير اللي بيدور جوه. انا عارف كويس قوي اللي بيدور جوه ايه. ايه العباره يا حسب الله؟ انا مش فاهم مين دول اللي جوه؟ ايه عباره جديده ومخبين علينا؟ ولا عباره ولا حاجه يا عرابي، لا مؤاخذه كل اللي حصل من ريا لقت ان الشغل ابتدى يعني، فعايزه تعمل مقام للمطرح. بنقول لك ايه يا حسب الله؟ انا مش خامه، انا نعطه على الجن والجن ما يسلكش يعطوا معايا. العباره دي صح ولا ايه؟ ولا في عباره ولا في حاجه يا عبد الرازق. كل ما في ان محمد خفاجه واقع لشوشته مع عماره، لا مؤاخذه مش عارف يقعد معاها فراح استسمح ريا وسكينه انه يعني يخلوه يقعد بأمارة ما هي جايبه قاعده معاها تحرسها. يعني سبوبه مش اكتر ولا اقل. طبعا الله، هي لا مؤاخذه وكاله من غير بواب؟ تفتكروا لا مؤاخذه ريا ولا سكينه هيقعدوا حد من غير ما يدفع؟ هو انت ممكن لا مؤاخذه تقعد على القهوه من غير ما تدفع؟ ممكن. انا رزيل وما بندفعش. ايوه انت رزيل من الاخر. عايز يا عبد الرازق. انا مش عايز حد يلبسني قرون يا عرابي، مش عايز صاحبي يفتكر انني قاعد هنا عشان نغطرشه على اللي بيعمله جوه. انا يا في العباره دي يا هوريكوا شغلكم يا ها. ما تقعدي يا ريا على حيلك تاكلي لقمه معانا. ناكل انتوا بالهنا والشفا، اني هنبقى ناكل بعدين. تسلم ايدك يا جميل. وبحياتك يا ست رايا وانت خارجه يعني عدم المؤاخذه تبعت لنا كام ازازه كازوزه من عند احمد النص. عينيا الجوز. هو اسمه النص؟ جماله ايه؟ عجبك الاسم؟ وهم سموه النص ليه يا اخويا؟ عشان عدم المؤاخذه يعني نص راجل. حسرة على اللي اتجوزته. ما هو انت لو شفتيها هتعرفي ليه بقى هو النص. وما كملتلوش ليه النص التاني؟ يوه كنتك ايه يا فضيلة؟ ايه رايكم بقى بعد الغدوه الحلوه دي ناخدكم ونروحوا السيماتوجراف؟ لا يا اخويا أنا ما نقدروش نتأخر. الله جرايه حلوه. هو انت مش بتقولي انك مش متجوزه زي ست عديله؟ ايوه بس كمان مش دايرة على كيفي. يا راجل ما تكبرهاش في دماغك، هيبقى صاحبك وما يعبركش ليه؟ زعلانين مع بعض. امال ليه حرج عليكي انني ما ندخلش عندهم جوه؟ ده انت زقتيني كده يا ريا. عشان في حاجه اسمها اصول يا عبد الرازق. وهي الاصول برضو انك تكسفيني وتحرجيني وتمنعيني انني نبص عليهم بصه؟
عشان دول نسوان احرار وفي رقبتي يا عبد الرازق. دول من طرف سي محمد، والراجل قصدنا يأجر المنظرة لحد ما يقعد قعدته وبعد كده يمشوا. خش لو عايز، اهم قاعدين بياكلوا جوه وانا رايحه نجيب لهم قزوز وانا قافله عليهم. خش كل معاه. هو انت تقولي لي خش نخش كده على طول ليه؟ هو انا طفص ما عنديش كرامه؟ لا لا، ده ما اذا كانش يطلب مني ويسترجاني انا ما نقبلش على روحي. ده انا راسي براسه، انا المعلم عبد الرازق وممكن نحل كيسي. ده انا رزيل قوي. يبقى هتدفع كمان أجرة المطرح. أمال مين اللي هيتحمل أجرة الزباين دول اللي بيجوا وبنكرشوهم عشان المطرح يبقى خالي؟ باين عليهم حرمتين ناعمين قوي. يا سيدي عماد، دول يحلوا من على حد المشنقه يا جدع. مشنقه؟ فالله على فالك يا حسب الله. وبعدين ما تصورش ده مع عبد الرازق، انا ده رزيل ممكن يضايقكم. سفونا رجاله. ده اللي انا اهلا وسهلا. عاوزك عبد الرازق. فن بلاغني انك زعلان. انت ايه شايف ان ماليش حق؟ ما جيتش تقعد معانا ليه؟ انا رزيل صحيح بس حسيس قوي. اجي كده من غير ما تعزمني؟ اعزمك ده ايه يا جدع؟ ده احنا اصحاب، من امتى في بينا تكليف؟ ما تقول لنفسك، هو الصاحب ليه عند صاحبه ايه؟ ولا ها؟ ما تقول كده من الصبح. يا جماله يا جماله، تبقى ملحوق. يوه، ده الأكل بحاله. هو اداكي كام؟ ريال. طب هاتي باريزه. طب ما تاخدي الأكل انت. كله بالنص. طب واللي قاعدين بره دول مش هياكلوا؟ معانهم طفح ولا ده قزاد. احنا ناكل رجالتنا الاول ونقوته. صدقتي، ده حتى عبد العال صحته جايه ورا اليومين دول. ايوه اللي بتخبط. حاضر. ايه عوافي حبيبتي. الله يعافيك. هي الست انيسه هنا؟ ايوه اتفضلي. يزيد فضلك يا اختي. نقول لها مين؟ قولي لها رايه ام بديع. اصل انا كنت جايبه لها حتتين قماش تعمل لنا جلابيتين، اني جلابيه وبنتي جلابيه. بنتي بقى بطلت تفصل للزباين، هي بتعمل شغل بس للترزيه. استريحي عقبال ما اندهالك. بالإذن 5 يا اختي، هي طالعه ورايا. ده مطرحي يا حبيبتي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. ازيك يا انيس؟ ازيك يا استرايا؟ روحي يا حبيبتي العبي جوه. هو انت مش عارفه ان انا بطلت الخياطه للزباين؟ طب وانا كنت رايحه نقول لها اني جايه لك ليه؟ طب اقعدي بس على حالك، وقفتي ليه؟ اصل انا الصراحه جايه ناخدك انت وعديل. تاخدينا؟ تاخدينا على فين؟ ده الجدع هينهبل على عديل. بذمة النبي. طب اني بقى رح نروح وياكي بصفتي ايه؟ ما في جدع تاني هينهبل عليك انت برضه. لا والنبي. وده يطلع مين ده؟ جدع ما يتخيرش عن سي محمد. بس اني بقى ما تاخذنيش، ماليش في الحاجات دي. اخص عليكي وانا نرضالك، ده غرضه شريف وهو تشوفيه. يعني يعجب يعني؟ نقاوه. امال عديله فين؟ انتي غلطانه انك جيتي بدري، لو كنتي تقلتي رجلك شويه ما كانتش امها شافتك من اساسه. نعمل ايه يا اختي غصب عني؟ الجدعين شافوكوا اتجننوا، دول ناس اكابر، انا لازم نرضيه.
اوعي تكوني وقعتي بلسانك قدام انيسه. اني مفهماها ان محمد بيحبني وعايز يتجوزني. هو اني خامه؟ ماني فهمتها كده برضه. ولما تيجي ما تبقيش تعدي عليها عشان امها ما تعرفش حاجه. حاكم دي مره ما يتبلش في بقها فوله، بتروح تقول لاخواتها على كل حاجه بتعملها انيسه. شوفي الوليه تقول لاخواتها دي عامله بردك تعملها. يلا يا اختي يلا، لحسن الجماعه استعوقونا زمانهم على نار. ايوه يا حلوه يا حلوه. ايه بقى؟ مش رايحين نروحوا ولا ايه؟ ريا بتقول ان الجدعان مستنيين، بس مش عايزين نتاخروا، اصل امي راجعه قبل المغربيه. عينيا يا حبيبتي، انا زي ما استلمتكم هنسلمكم، بس سلكوني انتوا من الجماعه دول. خير؟ عاوزة حاجة؟ خيرك سابق. الناس اللي جوه دول مش قيمتهم، احنا نطلعوا نريحوا فوق، ما نكرشوا الكل في المنظر. امال الجماعه فين؟ ما هواش هو اعراض، عمال اقول لك وش وش. انت شايل الواد اللي معاك ده للثمن ده؟ انت اهي عاجبك كده اهو، مصر كمان. احنا كام دلوقتي؟ العب فرق فرق ايدك الحلوه. ايوه لا 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 خلي بالك لا يكون عب عندي. خير يا ست ريا. انت قاعد هنا ومحمد خفاجه قلب الدنيا عليك. هما الجماعه وصل ومش عايزين يتسمموا الا لما تيجي. فوق ولا تحت؟ تحت يا عين امك، انا فتحت لهم المنظره. طب وليه بس واقف الحال ده يا ست ريا؟ فين واقف الحال ده؟ ما الراجل بيدفع. بس انا عايزك يا ابو بديعه تفهميه ان اللي بيدفعه ده هو النص، واني بندفعه النص التاني، يعني راس براس، يعني ها بها ولا عينيا. تسلم لي عيونك يا ابو بديعه. هي العباره حلوه. اديك هتشوف وتعاين وكلك نظر بقى. عجبتك؟ ايوه على الحلاوه يا ام بديعه. نقولوا ايه؟ طبق بغاشة؟ لا. لقطة قشطة؟ لا. طبق بغاشة بالقشطة. عشان ما تدورش تقول عليا ان انا زي القرع بنمد البر وتنقمص. يعني هنخش الاول وبعدين تخش انت ورايا. بعدين جمال يا جمال. امال فين عبد الرازق؟ هو انت مش قلتي انك رايحه تجيبيه؟ جاي ورايا، بس انا قلت يعني نشوفوكوا كنتوا محتاجين حاجه كده ولا كده. دستور السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا في سيره القطه اهو جاي ينط. ما تقعد يا اخويا واقف ليه؟ الله يبارك لك يا ست ام بديعه. يا سلام على الصحبه الحلوه. المعلم عبد الرازق فتوة بحر وصيته واصل لحد القشلاء. انت فين يا جدع؟ تصدق بالله ما رضيناش ناكله الا لما تيجي. امسك امسك اشرب لزوم الانس والفرفشه والصحبه الحلوه. في صحتك يا سي محمد. الله جرى يا جدعان، مش تعرفونا على الجمال اللي مغطي العيون ده؟ اللي قاعدة جنبك دي تبقى أم هاني، واللي قاعدة جنب سي محمد تبقى أم محمد. يا بختك يا محمد بأم محمد. حلو يا عبدو. لا صحيحة يا ست ام محمد، يعني شفتك فين قبل النوبة دي؟ وما شفتش اللي جنبك قبل كده؟ ها؟ قصدك على القمر؟ ما احنا بنشوفوه كل ليلة في السماء. تسلم لي يا معلم، ده بس من ذوقك. الله جرى يا عبدو، ما تخف علينا امال، ما تاكلش الجو كله لوحدك. الله، واحنا هنيجوا جنبك ايه يا سي محمد؟ يا نورة بحري.
ما تقومي يا عديرة تهزلنا وسطك شوية يا اختي. يا اختي تلمي شويه، ده كان زمان. يا جماله يا جماله، هي الحلوه كانت رقاصه؟ فاشر اللي كانت تعرف تهز وسطها زيها في بحري كله. في عادات النسوان واحنا قاعدين مع بعضينا يعني. ايوه كده، لحسن يفتكر انني كنت عالمه. دي حاجه انس قوي. يلا يا عم احمد، سمعنا حاجه من حاجاتك الحلوه. امال خلي الست عديله ترقص عليها. طب انا هظبط لها الواحده ازاي وانا مش شايفها؟ هتخليكوا تحسسوا يا اخويا. دق 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 على عودك دق. علشان يلاقي الكرامي. نفسي الاقي محبوبي، نفسي الاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني، يعني بين الياسمين والريحاني. كنا ست على النبعة، كنا المحبوب وبقينا السبعة. كنا ستة على النبعة، كنا المحبوب صرنا سبعة. طلبت منه وصاله، طلبت منه وصاله، قال لي حرام يوم الجمعة يا عيني، قال لي حرام يوم الجمعة. على باب الدار قالت له الحلوة على الله، قال لها ده انا مش شحات، ده قال لها ده انا مش شحات. اعطيني بوسي وحياة الله، يعني اعطيني بوسة وحياة الله. البلاغة غصن الكون علشان يلاقي الكرامي. بدي الاقي محبوبي، بدي الاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني، بين الياسمين والريحاني. يا حلوه يا حلوه، جماله يا جماله يا جماله. سبتك بالعافيه يا سي محمد. الله يعافيك يا جمال. يلا يا انيس. يلا يا عديل. هتوصلهم لمين البصل يا اسطى؟ يلا سلام بقى. سلام. خد يا اسطى، خد وصلهم من البصل من بره. ها من بره. ليه كده يا عبد الرازق؟ عيب عيب يا سي محمد، اني وانت واحد. ايه عجبتك صاحبتك؟ ايه اللي عجبتني؟ دي عجبتني قوي قوي قوي. يا سلام. تصدق يا سي محمد؟ هتصدق ان شاء الله الحرمتين دول انقح من بعض، الاتنين يتاكلوا اكل، الاتنين قوي ولا عشان بس ما تقولش انني عامل زي القرع يمد عروقه لبره. طب يلا ها. ما قلتليش ايه رايك في محمد؟ هو ده الراجل اللي ماله هدوم، داخل مزاجي بجد. وانت ايه رايك في عبد الرازق؟ يا اختي يا اختي اسكتي، ده عليه كلام يدوب الحجر، وعينيه ايه ترعب اللي قدامه. يا سلام يا بنتي عديله، لو يكونوا من نصيبنا، بس والنبي رايه كان معاها حق. لكن قولي لي، هي رايه عليها من ده كله بايه؟ هتستفيد، اكيد هتستفيد. مش هي واسطة الخير، اكيد هتطلع لها بقرشين. وبعدين سي محمد فييس وعمره ما هياكل عرقه. فكرك العبارة هتمشي كده يعني قعدة مزاج وخلاص؟ هي ريا ما قالتلكيش ايه اللي في ضميرها؟ رايح هتقول ايه يعني؟ اهي مرتاحه الخفاجه.
وبيني وبينك هو بيدفع كويس. أنا أصلي شفت الحرمتين دول كده متسيغين، قلت في عقلي بالي يعني أكيد ريا بتدور على فرصة وقت مناسب. ده كان عبد الرازق طبق فيها، انت ما شفتوش عامل ايه في روحه؟ ده يا اخويا كأنه عمره ما شاف نسوان قبل كده. طب حد كده يهوب ناحية أنيسة، ده كان يطربقها على دماغ الكل. رب كل حق أنا متوغوش من تلسين الطول عرابي ده. بيلسم بيقول ايه؟ بيقول إن جوز الحريم مش قادرين يقيموا دراعاتهم من تقل الصيغة، وده شضري وعصايته طويلة، يقفوا يشبكوا في بعض مستخبي يبان، ساعتها الفضيحة هتبقى بجلاجل. طب والعمل؟ نقوله الخفاجة؟ لا، عبد الرازق حاطط راسه براس خفاجة، وده هيخليه يعني ده أكتر. خفاجة كسر عين أختك والطور جوزها ومغرقهم بفلوس. يا عين أمه غرقان لزوره في حب البت عديلة، متنيل على عينه بيحبها يا أخوي. ده احنا اللي هنتنيل ونروح في 60 داهية لو العبارة دي فضلت على حالها. عرابي ده بقى عامل زي الكلب اللي قفش عظمه، ده عايزنا كل يوم نموتوا له واحده، نجيبه منين صحه لكده؟ يا ما هو كمان ما بقاش عليه غير قعدة دكان النص. ما هو بيناموا بالحب جانب، ومحمد خفاجه ايده فرط. ايوه بس هو بيقول ان النسوان متسيغه وماليه ايديها كده، ده مش قادره تقيم ايديها من تقل الدهب. اللي رايحين نجروه من محمد خفاجه اتقل، وشوفوا كل مره بينوبكوا ايه كل نوب. ايوه بس عرابي مش هيسكت، وعبد الرازق مش هيسكت عليه، هيرخم، واحنا اللي هنتعكوا في النص. هو احنا يا نموتوا يا نتعكوا؟ ده ايه المرار اللي احنا فيه ده؟ يا ما انا جاي لك يا ريا عشان نتشاور ونشوف هنعمل ايه. قصدك ايه يعني؟ اصل يعني ترسم الرسمه الحلوه للحرمتين دول، او ناخدوا الصيغه عجمه ممكن ونريح الكل. 2 في ليله واحده حسب الله، ده روح واحده ما بتطلعش بالساهل، فما بالك 2؟ ده حاجه تقصف العمر. خلاص يا ريا، انا مش عايزك تزعلي، نموتهم واحده واحده. أنا مش فاهمة منك حاجة يا ولية، ما قلنا البطاطس خام البرك اللي بتطفحيه بالنهار ده؟ بنقولولك أني شايفاهم الجوز، هو أني هنكدبوا عينيا؟ ودول هيروحوا الكراكون يعملوا إيه بس؟ مش يمكن رايحين يعملوا بلاغ؟ أيوة على نبهتك، ماني عارفة إنهم رايحين يعملوا بلاغ، هي الناس بتروح الكراكون يعملوا إيه يا موكوس؟ أنت بتبكتي فيا ليه؟ ليكي عندي إيه؟ دي ما كانتش كلمة يا أختي طلعت من حنك. لا مش وقت قمص عين أختك، احنا عايزين نشوفوا هنعملوا ايه، انا رايحه الكراكون نشوفوا ايه الحكايه. يا اختي احنا ما بنطقوش سيره الكراكون، وانت رايحه تروحي برجليكي، عاوزه ايه من الكراكون؟ سي محمد خفاجه سالني على الحرمتين، وانا كنت رايحه نروح لهم النهارده. هو سي محمد خفاجه ده ايه؟ فاكرنا هنسحبوا له النسوان ولا ايه اللي في فكره عننا؟ لا يا ريا، كده هتطلع علينا سمعه اننا ماشيين البيت سر. حد يقدر يفتح حنكه بنص كلمه؟ ده احنا عندنا رجاله لو فزناهم على الحاره يرعشوه. وبنفكرك يا حبيبتي محمد افندي اللي فاتح بيوتنا اليومين دول. طب يا اختي روحي الكراكون، روحي حاجه على الفرختين اللي بيبيضوا دهب. انت بتقولي فيها انيسه وعديله دول اللي هيخلونا نمصمص العود لحد الزعزوعه بعد ما رجعنا من القرافه. وكانت الساعه كام تقريبا يعني كده؟ وانيش عرفني، يعني كانت بعد اذان العصر بحبه. بعد اذان العصر. ورحتوا فين بعد كده؟ رحنا على بيت حمات اخويا الكبير، اهي الوليه دي بقى هي قص المصايب. ماني قلتلك وانتي ما بتحرميش، بلاش تسيبي هانم عندها. افهم. مين هانم دي يا حرمه؟ بنتي يا حضره السول، عيله. كملي كملي. ولقيتي بنتك مضروبه فين؟ هي ما تعرفش يا حضرة السول، هي لقت البت بتعيط، كلمة منها وكلمة من الولية القرشانة شبطوا في بعض. وبعدين بقى يا حرمه، هو انت اللي مقدمه البلاغ ولا هي؟ لا هي. يبقى خلاص هي اللي تتكلم. وبعدين؟
وبعدين بيني يا حضرة السول خرجت من عندهم ما لقيتش الكردان ولا فردة الحلقة التانية، ولما اتهمتهم فيها قامت الولية كرشاني وضرباني بالشبشب. بعدين بيني خرجت من عندهم ما لقيتش الكردان وفردة. يعني نعتبر دي بلاغ سرقه وتعدي؟ يسلم فمك يا حضرة السول، ايوه كده، سرقة وتعدي. انت بتتكلمي ليه تاني يا حرمة؟ لما نسألك تبقي تتكلمي ومش هنحوشك، فاهمة؟ خير حصل لك فضل الشر، خضتوني عليكم. وانت عرفتي منين؟ سكينة شافتكم وانتوا داخلين الكراكون، جت قالت لي ما كدبتش خبر، جيت لكم على طول. اسكتي اسكتي على اللي حصل لنا النهارده، ده كان يوم اسود. بقول لكم ايه، يلا نمشي نكمل كلامنا، حكماني ما بنقدرش نقعد في المدعوقه دي. ومين سامعك يا اختي؟ يلا يلا. انما انت يا اختي يا ام محمد ازاي الحاجات دي تروح منها وانت وياه؟ ومين قالك انني كنت وياه؟ وانت طبعا تلاقيكي عبيطه، لا ليكي في العراك ولا تجاولوا. يا اختي دول اتلموا عليا بربطه المعلم، مرات اخويا وحماته وقرايبهم كلهم بيتعاركوا معايا. دول ما يسلكش معاهم غير واحد فتوه يفز عليهم زي سي حسب الله جوزي والجدعين اللي وياكم. ما تيجوا نروحوا نتكلموا معاه. معلش يا ابو بديع، اصلي مش قادره نقف على رجلي من التعب. واني من النجمه في القرافه، ورحت اتعاركت ورجعت على البيت، خدت عديله وجينا على الكراكون وسايبين العيال وحديهم في البيت. يا اختي هم العيال هيروحوا فين يعني؟ معلش يا ام بديع، خليها بكره. طب ما تيجوا نروحوا نريحوا عندنا في البيت شويه ونشربوا حاجه كده ونروقوا، ده هنا خطوتين. ايه رايك يا انيسه نروحوا؟ خلاص نروحوا نقعدوا شويه. طيب يا ام بديع روحي انتي واحنا هنيجي علشان محدش من رجاله الحاره يشوفونا معاكي. ايوه انتوا مستعريين مني؟ يعني كان كل غرضي ان احنا نطمن على الغلبانه اللي ذهبها راح منها، ياك حد يقدر يجيبه لها. لا يا ام بديع احنا ما نقصدش، احنا يا اختي يعني بنقول ما نلفتش يعني النظر. براحتكم، اني هنسبقكم وانتوا حصلوني. بس انا عايزه نقول لكم كلمه خدوها مني صدق. بالكم الجدعين اللي معاكم دول ايدكم اليمين، دول فتوات الجيهه والكل يخاف منهم. وافقتي ليه؟ عشانك انا قلت تلاقيكي وحشك محمد خفاجة. شوف الوليه الممحونه، ما انت اللي وحشك عبد الرازق. الحق مشاهد قالت اهي، شويه هتلاقي البرنس وراه. بس ايه، جوز نسوان مقل وتكهن. المراتين دول رجلهم اخدت على المطرح، واني ما عدتش بنستفيدوا حاجه. وبعدين بقى فوق في الحال ده، طب نعملوا ايه؟ لا دي لازم لها تدبيره. جالك كلامي اهو، شويه هتلاقي بوش مكشوف نطت وراهم جوه. اتفضل يا سي محمد. اتفضلوا انتوا. حسب الله، الراجل ده بيتريق علينا ولا ايه؟ انت فزيت على حيلك كده ليه؟ اقعد هتجرسنا. مش سامع بيرد بيقول ايه؟ بيتريق. هلا اذا كنت ترضى على نفسك انا ما نرضوش. راجل انت بتزعق كده ليه؟ كل شيء باوانه. ايوه يا راجل، انت بقيت عاضد في الرمه قوي. مراتك لبستنا قارون. ما تقولش الكلام ده، راجل قلت لك 100 مره ما عندناش خبص جوه، وبعدين كل شيء هيحصل بس باوانه. اذا كنت ترضاها على نفسك
انا ما نرضوش. انا لو مسكت في ايدي خشبه انجروا الحاره دي كلها قدامي. طب بس تعالى، احنا مش عايزينك تمسك خشبه، عايزينك تمسك روحك. وبعدين العباره اللي انت بتحرب عليها هتحصل، بس كل شيء بأوان. اقعد ما تلمش علينا الدبان. بس كده طلعت فرشت لكم المرتبه فوق الحصيره عشان القعده ما تبقاش ناشفه عليه. والله القعده هنا احلى كتير من المنظره المضلمه دي. الصراحه بقى المنظره دي كتمه وفيها ريحه مش حلوه. يا اختي، اصل من المدعوق والدخان اللي بيشربوه والولد المنيل الزكاك ما بيهوش المطرح. يا دي الهنا يا دي النور، يا الف مرحبا الناجه نورت يا جماله يا جماله. ازيك يا عدوده؟ ازيك ازيك يا انيسه؟ يا مرحبا يا سي محمد. يا اهلا يا اهلا. مش تحكي له يا عدوله اللي حصل؟ يا اخويا مخلبني كده على طول، رايح فين بس؟ انت ما تطلعيش فوق تاني، مالكيش دعوه بالحاجات دي. انا بس خايفه لا رايه تاكل من فلوس محمد وتاكلني في حقي. انا مش عاجبني اللي بيحصل ده، وحاطط الصرمه في حنكي وساكت. انما هيوصل بيك الحال انك تصحيني من النوم وتسحبي المرتبه من تحتيا عشان سي محمد ما يقعدش على الحصيره، ما يتحرق بجاز وسخ. معلش يا اخويا، اصل الزباين مالين البندره وانا ما رضيتش نطلعهم عندنا في الاوضه. الاوضه كمان هي حصلت. خلاص بقت وكاله من غير بواب. يوهو، هنرجع للسيره دي تاني؟ هدي خلقك يا عبدو. يلا روح اقعد مع الرجاله على ما نشوف الشغل ماشي ازاي في المنظره. حاضر يا رجاله، حاضر. بأمر الله. طيب مش بعادة يعني. وايه ده اللي مش بعادة يعني؟ انك قاعد معانا. الله ودي فيها ايه يا سعبعان؟ لا هو يعني يقصد ان انت في الوقت اللي زي ده بتبقى بتفرك زي النحله. لا يكونش قصده يقول اننا ما بقيناش قد المقام. الله دي لعبة جديدة بقى وبتلعبوها عليا ولا ايه؟ هو في ايه يا جدعان؟ في انك قاعد هنا وصاحبك قاعد فوق. صاحبي مين؟ محمد خفاجة؟ ايوه، قاعد فوق السطوح معاه الحرمتين. بتقول ايه؟ ورايا ما قالتليش ليه؟ ولا مؤاخذه رايا كانت شافتك فين عشان تقول لك. يكونش صاحبك عينه زغت على الحرمه التانيه قال لك اكوش عليهم؟ اتكلم على قدك يا عرابي، قال عفاريت الدنيا بتتنطط قدام عينيا دلوقتي ولا ايه؟ هتتعارك معايا؟ اجري تعارك مع اللي ملبسنا قرون. لا دي هتبقى بجد بقى. بصراحه لحد كده وكفايه يا جدعان، انا خلاص ما عدتش قادر استحمل. النهارده محمد خفاجه، بكره هيبقى زيد، بعده هيبقى عبيد، وهنتجرسوا في الحاره. هتبقى فضيحه، هنخرج من هنا بفضيحه يا حسب الله يا كلبوش. على فكره اللي انتوا بتعملوه ده مش حلو خالص. البعيد اهوك، ولا مؤاخذه ممكن يطلع وينزل لنا بمصيبه. بتقول ايه بس يا عم؟ هيطلع فوق ينخ وينزل ايده في ايد صاحبه. انت بتصدق الجخ اللي بيقوله ده؟ يعني انت متاكده ان الكردان وفردة الحاله ضاعت منك عندهم؟ ايوه، ماني راجعه بيهم من القرافه. لا المطرح هنا ذروه برضه. طب يا جدع اقول سلام عليكم وقبل. رايا انا عايزك كلمتين في الها كده. ماله عبد الرازق؟ انتوا متعاركين؟ ابدا يا اختي. على فين يا عبد الرازق؟ ده باينه زعلان. وماله ده؟ في ايه يا ام بديع؟ هو ماشي بسرعه كده ليه؟ ده حتى ما سلمش عليه. مفيش حاجه يا اخوان، تعالي يا انيسه عايزاكي في كده. هو ايه اللي بيحصل ده يا سي محمد؟ انا عارف. ده مكشر في وشنا ليه؟ كنا عملنا لابوه ايه الله يلعنه البعيد. تكونش زعلته في حاجه؟ وحد ينفلق. قومي بينا. على فين؟ الجو هنا مش عاجبني، هنشوفوا مطرح تاني نقعدوا فيه. ايه ده رايحين فين؟
لا مؤاخذه بقى، الجو مش عاجبنا وعبد الرازق عاكمن علينا، هنشوفوا مكان تاني نقعدوا فيه. يا اخويا روق، ده مصارين البطن بتتعارك. افتكرتك زعلان مني. حد يزعل من الحلاوه واللطافه وطبق البغاشه ام قشطه قشطه. الله 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 الله، ده احنا بيننا هنبقى فل الفل ولا ها؟ قومي قومي يا انيس، عديل عايزاكي. جرى يا ريا، هي مش عارفه انها قاعده معايا ولا ايه؟ ما نعرفش، هم عايزينها بقى. يبقى محمد خفاجه هو اللي عايزها. هو فاكر نفسه ايه؟ لا، ده انا عبد الرازق، عبد الرازق اللي الكل بيعمل له 1000 حساب. ده انا رزيل رزيل قوي، وبندوروا على حد يستحمل رزالتي. ملوش عايزه الكلام ده انتوا صحاب. ما هو الظاهر ناس اصول الصحوبيه. انا بقى هنفوقوه. مفيش داعي يا عبد، الراجل برضه ما عملكش حاجه. امال ليه باصص لي في اللقمه اللي معايا؟ لقمه؟ هو انا برضه لقمه؟ قصدي طبق البغاشه يا ام قشطه. ايوه كده فوق. والنبي هم عايزيننا نقعدوا معاهم. انا عارفه عديل ما بتطيقش ان انا ابعد عنه، وخصوصا يعني لما رحنا الكراكون هي اتضايقت واتعصبت. يلا بينا نطلع له. اخذ الشيطان. امال يا عبد الرازق، سي محمد بيحبك وعدك اخوه. ما هو لو كان بيراعي اصول الصحوبيه والاخويه كان اول ما عرف انهم جايين كان شيع لي. أنا اللي جبتهم عشان يستريحوا من العركة وقعدة الكراكون. عايز ترجعنا ليه تاني ليه يا عبد الرازق؟ جرايه يا عبد الرازق، ايه الخيله الكدابه اللي انت عاملها دي يا جدع؟ بصراحه انا حسيت ان ضيف تقيل وان ماليش ها في القعده. السلام يا اخويا. يا جدع ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ما تبقاش عبيط امال. تعال عاوزك. على فين؟ تعالى بس. صاحبك ده باين عليه حمقي قوي. اصله بيحبني وبيغير عليا. تقوموا تسيبونا وتمشوا؟ احنا افتكرناكم عايزين تقعدوا لوحديكم. بطلي امور المحن والكهن بتاعت النسوان دي يا بنت، ما احنا في الطلعه والنازله مع بعض. يا جدع عيب عليك، بطل رزاله وخيابه، ده احنا طول عمرنا اصحاب، وانت عارف اني طول عمري جدع والبدي صاحب عن نفسي. بس اللي انا شفته منك غير كده يا سي محمد. صحيح نسمع كلامك نصدقك، نشوف امورك نستعجب ونستغرب ونتضايق شويه. طب ايه قولك بقى، اني ما كناش نعرفوا ان هم جايين النهارده. خلاص يا جدع حصل خير. ايوه عليك راجل. يلا تعال نشوفوا هنأكلوهم ايه. ماشي، بس على شرط الاكل النهارده عليا انا. لا، النهارده بالذات وجبت عليا انا اللي لازم ندفعه. الله، وليه النهارده بالذات يعني؟ يا جماله عشان نصالحوك يا ابو المفهوميه. الله الله الله، احنا هنبتديها بالمقلته. وايه الحكايه يا سكينه؟ خفاجه خد عبد الرازق وخرج وساب الحرمتين فوق. خدوا ايديهم في ايدين بعض وراحوا رايحين يشتروا الاكل والشرب والذي منه عشان خاطر السنيورتين اللي قاعدين فوق. طب وحياتك اللي دكيلي شويه بالاكل عشان عرابي. لا ده فاتح بقه على طول وعمال يلسن علينا طول الوقت. قطيعه تقطع الاتنين في يوم واحد. الاتنين؟ مين بقى التاني باذن الله؟ المخبي اللي بوش مكشوف عبد الرازق. رامي بلا يا اخويا وما بيعتقش، طالع واكل نازل واكل زي المنشار. ده حتى مش سايب سي محمد يتهنى في قعدته الا قماص ولويل يبوزوا على الراجل. يعني نسيبوا العيال ينفلقوا. يلا بقى، لا الليل يليل علينا. هات المنديل. منديل؟ ده انا ما صدقت اخدته. اتفضل يا قمر. ان شاء الله دايما يا سي محمد. هات بقى، اديني المنديل بتاعي. هو في ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ وهو ده برضه ذوق، ما تخليك انت في اللي معاكي. جرايه بتمد ايدك عليا ليه؟ خضتني يا اخوي. الله، في ايه بس يا جماعه؟ قول لصاحبك يديني المنديل بتاعي، خده مني غصب عني. بتديها المنديل بتاعها يا عبد. لا معلش، انا عايز نخليه معايا. ما بلاش منهدى ووجع قلب وتديني المنديل بقى. ايوه عليك يا جدع، اديها المنديل خلينا نخلص. ايوه، هو انا كنت هناخد المنديل بصحيح،
انا كنت بنهزروا معاكي، كنت خايف لو كنت سحرتيلي على المنديل، فقلت ناخده عشان لو طلع عليه عمل نفكوه. واني هنعمل لك عمل ليه؟ هو اني وحشه؟ طب ده اني 1000 راجل يتمنى نبصله. هات بقى المنديل بلاش مسخره. ادي المنديل اللي انت عامله عليه الهوسه دي كلها، وعليه ها ولا ها ولا ها على اقل من 100. هاتي ايدك يا عديل. تعالي يا اخي. خد يا اسطى. ما تتاخروش علينا. تسوق بيهم واحده واحده، ها؟ واحده واحده. مع الف سلامه، مع الف سلامه. عامله مقموصه بنت اللئيمه، مساها قوي. ده يا اخي مش هتبطل الخصله المنيله اللي فيك دي، اي واحده تعرفها كده لازم تلهف منها حاجه. الله، امال الواحد يفتكرها بايه؟ ما هو لازم ناخدوا حاجه من ريحتها عشان بعد كده نرصصوا الحاجات جنب بعضيهم ونقعدوا نبص عليهم ونقولوا انا عرفت نسوان قد الحاجات دي، وهي دي الرزاله اللي على حق. يا جمال يا اخويا، بس الحاجات دي تكون بالرضا باللطافه مش بالنصب لا مؤاخذه. امال بنت اللئيمه عامله نفسها بتحبني. يا اخي النسوان دول صحيح يحب ياخدوا وما يدوش، طماعين ورزله، بس انا اموت في الرزاله الحريمي ولا ايه؟ ها؟ يا سبحان الله يا رب. وانت لا هوسه اللي عملتيها واحنا نازلين دي، فضحتينا. وكل ده على ايه؟ حته منديل. امال كنت عايزه ان احنا نسيبهوله؟ الراجل يا اختي كان عايزه منك تذكار. هني بقى ما بنخافوش غير من الحاجات دي. وايه يا اختي اللي يخوف في الحاجات دي؟ هياخد المنديل وبعد كده يروح يقعد مع اصحابه يعمل فيها نسوانجي ويقولوا ان هو كان مصاحبني، وبأمارة ايه؟ بأمارة المنديل. وبعد كده بقى محدش يضمن ايه اللي يحصل. يعني ايه يا اختي اللي هيحصل؟ مش يمكن حد من اصحابه دول يكون يعرف حد من اخواتي، ولا حتى يقول لحد تاني والتاني ده يقول للتاني لحد ما الكلام يوصل. صح يا بنت، اتى بيكي ناصحه وواعيه، واني اللي كنت فاكراكي خامله. عندك حق، قال يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. قطيعة تقطعهم كلهم. خلاص يا عم، ما عادوش يهوبوا تاني النواحي دي. اهو جه كحل عين العيان عماها. انت عملت ايه يا جدع؟ انت مش زعلان ومتضايق من دخول وخروج محمد خفاجي؟ انا عملت كده. يا نهارك اسود يا عرابي، انت قفلت باب الرزق اللي معيشنا وفتحت باب رزق تاني. يلا بقى خلينا نشتغل الشغل اللي على اصوله. يا جدع يا جدع، ما احنا مرتاحين من الخان، الا دي حاجه تخنق. انت مش شايف ان الراحه طولت؟ خلينا نرجعوا نشتغلوا بقى، الايد البطاله نكسه. قول لي بس يا عرابي، قطعت عيشنا ازاي اللي انا نفسي طابق عليا من ساعه ما قلت كده؟ قول له يا اخويا، قول له احسن راح يموت، ما ده القرش ابوه. ابدا، زنيت على دماغ عبد الرازق ومليت ودانه من ناحيه الحرمه. يا اخي قول كده سيبت ركبي. انا قلت ده احنا هنشحاته جنب سيدي عماد، خصوصا ان الرجل خفت عن المطرح بسبب سي محمد خفاجه ده. لا وانت السادة يا اخويا، بسبب مراتك اللي عايزه تعمل مقام للمطرح وما تدخلش فيه غير اللي زي محمد خفاجه. قطع وقطعت سيرته. صدق يا سي محمد، هتصدق ان شاء الله. احنا مش قوي، شكلنا مش حلو. هو احنا كل مره هنقابلوا الحرمتين دول ونقعدوا معاهم وناكلوهم ونشربوهم وكلمتين وها يفوتونا ويمشوا؟ لا، ده احنا نبقوا رجاله ها قوي، ولا ها؟ يا جدع يفهم، دول مش زي النسوان اللي انت تعرفهم يا عبده. ده انت على نياتك يا سي محمد. امال هم بيعرفونا ليه؟ ما يمكن راسمين على جواز. راسمين على جواز؟ واللي راسمين على جواز يخرجوا مع رجاله ما يعرفوهمش ويروحوا يقعدوا معاهم في بيت اصحابه فاتحينه ها غرزه مدفوق. امال يا جدع؟ ما هو بصراحه بقى اني نخاف نقرصوا عليهم ونضايقهم. امال احنا رايحين نستفيدوا ايه من العباره دي؟ ايه اقولك نجس ميتهم، ولا اقول لك نوصي ريه؟ تبقى وقعت برجلك في الريه، قصدي في الخيه. ما هي ريه هي الخيه، ريه
تفضل تبيع وتشتري فيك. دي حرمة ما تعرفش في الدنيا دي غير مصلحتها وبس. دي مرة تتحزم بالحنش حي وتتعصب بالعقارب، حتى انها تقول لك استنى يا سي محمد، اتقل عليهم يا سي محمد لحد ما تمص دمك ودم اهلك وتحلبك زي الجاموسه. طب والعامل؟ أني هنميله دماغ الحرمة أنيسة ونخليها توافق، وبعد كده تشد صاحبتها معاها. بعد ما ناخدوا قعدتنا في بيت الصابونجية عند سكينة نسحبوهم ونكملوا القعدة صباحي في لوكاندا جواني. يا جدع أني نخاف يقفشوا مننا وما يرضوش يقابلونا تاني. مالكش دعوة انت، سيب لي الموضوع ده يا سي محمد، وأني هخليك تشوف الهاه كله. ها، هتشاركني ولا نشتغل لوحدي يا نص؟ وناوية تفتحيها ايه؟ غرزة ولا خمارة؟ الاتنين. قلت ايه؟ ايوه بس هيقولوا علينا ايه؟ بنخطف زباينهم ودي ناس وشها مكشوف. ما هو حرام كل زبون يجي سكينة توزعه والزباين رايحة جاية مش لاقية لها مطرح. يا ولية ما تعمل لناش مشاكل، خليهم هم في حالهم واحنا في حالنا. انت ما سمعتيش البغل من كام يوم هو بيقول لو مسكت خشبة هجر الحارة دي كلها قدامي؟ انهي بغل فيهم؟ ما هم كلهم بالنسبة لك بغالية يا راجل يا نص. مهزاء بيا، اتمهزأ بيا واتريقي عليا. هتشاركني ولا مش هتشاركني يا نص؟ بقول لك ايه، انا مش هشاركك. بلاش اللزقه الانجليزي دي اللي انت لازقها لي، انا ما بشاركش حريم. واني ما بنشاركش نصاص، وخمرتي رايحه نجيبوها من شارع الفحام. يا راجل يا نق سيبها بتضربيني في السوق. انت ايه اللي عملتيه ده يا بنت؟ بقى بعد ما تجرسي الوليه في اوضتها تجرجريها من شعرها في الحاره وتفرجي عليها الخل؟ ماني لو كنت نطول ندفنوها هنا اهو تحت رجليا كنت نعمله كده. دي وليه رقيمه وبنت صارمه. ما خلاص بقى بكفايه اللي عملتيه فيها. داني خاري عليها بنت المعفنه. بالك انتي الخلخال اللي في رجليها ده انا اللي مديهولها هديه بايديا، دول اللي عاوزين قطعوهم. خلخال يا بنت؟ منين الخلخال ده؟ الخلخال بتاع الوليه الخضرا ماني خدته. الله يخرب بيتك اكتر ما هو مخروب. الله يخرب بيتك. ليه يا بنت؟ انت هبله يا سكينه؟ انت هبله يا بنت؟ يخرب بيتك ليه بتعملي الصدى يا سكينه؟ فكرك هتعمل بيه حاجه؟ عملك اسود وتناكي واحله هتعمل بعد ما جرستيها وفضحتيها. هتسكت اهو. ان ما خدتك من ايدك كده لو انت وبلغت عننا في الكراكون. والرجاله داخله خارجه عندهم. واكتب كمان بيجي عندهم ستات، يبقى كده ماشيين بيتهم في السر. واكتب كمان الخمرة اللي بيقدموها للزباين مغشوشة وبيجيبوها من الدكان اللي قدامهم.
وصاحب الدكان يشهد على كده واسمه النص. وياما شاف بعينيه النسوان داخله وخارجه من عندهم. شكله بلاغ كيد يا فندم، معلوش خدمه حد. طب ابعت مخبرين يجيبوا معلومات عن البيت ده يا ابراهيم افندي. اوامر جنابك. طب لو كانت المعلومات اللي فيه صحيحه، وده عايز السؤال يا حضره الاسباشي، تقفل البيت ده وتشمعه فورا. صباح الخير يا ابو احمد. صباح الفل يا سي محمد افندي. عدم المؤاخذه يعني، امال الجماعه فين؟ بقالي مده ما بنشوفهمش. ساعة ما الحكومة قفلت لهم المنظرة محدش يجي يقعد هنا. هجوا ريحوا وارتاحوا. قلت لي طب لو ما فيهاش سقاله يعني، لو ظهر عبد الرازق قول له يبقى يجيني على الزريبه. من عينيا. هلاقي مطرح فين احلى من الزريبه. صباح الجمال يا ام بديع. يسعد صباحك يا سي محمد. ايه الحكايه؟ امال الجماعه فين؟ علمك يا اخويا، من ساعه ما كانوا هنا اخر النوبه قطعوا. يكش كونوا زعلتهم في حاجه؟ لا ما حصلش. طب انتي ما سالتيش عليهم؟ ماني ملهيه بقى في اللي حصل. انا مش عارفه مين ابن الحرام اللي هيجي البوليس علينا كده. طب بقول لك ايه يا جمال، ما تكملي جميلك وتسالي عليهم كده وتاخدي لنا منهم ميعاد. مع ان والبخاري ولا ليك عليا حلفان، انا ورايا مشاغل متلتله. بس انا مش عارفه انت بالذات يا سي محمد يا خفاجه، ما بنقدرش نقول لك لا. المهم زي ما قالك الحكيم، ما تتحركيش ولا تعملي اي جهد لحد ما نرجع. اني راح نسلمه الشغل ده ومش راح نعوقه. طب يا اختي ما تعوقيش. مسافه السكه يا حبيبتي. الا قوليلي، ما شفتيش حد من الجماعه؟ ودولي هنشوفوهم ازاي؟ ده حتى الوليه ريا ادالها حبه لا حس ولا خبر. هما مالهم يا اختي انخرسوا كده ليه؟ زي ما يكونوا زهقوا مننا. يا اختي خليكي في اللي انت فيه الاول. يلا فوتك بعافيه. يعافيكي يا اختي. قال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. يزيد فضلك يا اختي. وانت بقى لما ما لقيتنيش ما طلعتيش على فوق عند عديله ليه؟ واني بنشم على ظهر ايدي، ده انا قعدت نخبط على الباب ايدي وجعتني. يا مرحب يا ام بديعه، يا مرحب. اتفضلي يا حبيبتي. عشتي يا اختي. تصدقي بايه؟ ده اني لسه انا وعديله بنجيبه في سيرتك. انت بتيجي على السيره يا وليه ولا ايه؟ اصلي بنت حلال. انما يا اختي ما انتوش باينين اديلكوا حبه. اسكتي اسكتي على اللي حصل لنا. خير يا اختي. مش عديله بعيد عنك، بعافيه. وسيدي عماد يا اختي ونعرف. الف سلامه ليك. يا ريتني كنت تاني وما اشوفكيش في الرقده دي. كتر خيرك يا ريا، اصيله وصاحبه بال. بعد الشر عليكي يا حبيبتي، ربنا يزيح عنك. ده انت لو تعرفي سي محمد عامل فيا ايه في الروحه والجاي. عديله ما عدتش عليك يا ريا، ما شفتيش عديله يا ريا. الراجل يا اختي فكره عمال يودي ويجيب، فاكرك زعلانه منه. ابدا، ده حتى سي محمد كله ذوق وادب. تصدقي بايه؟ اني عمري ما شفت راجل زيه في حياتي. وانت يا اختي ما تعرفيش هو بيعزك قد ايه. هو انت يا اختي ما تقدريش تقومي كده تيجي معايا؟ انت لو تعرفي انت وحشه ازاي قلبك ينفطر. يا ريتني كنت نقدر. اني كمان نفسي نشوف. طب نقول له امتى؟ كام يوم كده لحد ما نشوفه هنقدروا نقوم ولا لا. هتقدري يا اختي هتقدري. واني هنفوت على سيدي عماد ونحط لك نص ريال وندعي لك. بس انت شيلي من فوق حكايه العيا دي. ده انت خروج ليكي شفا. شفا ده ايه؟ ده هو الشفا بعيني. ايه طمنيني، ده انا قاعد مستنوكي وقلبي واكلني. يا اخويا اطمن، هي مش زعلانه منك ولا حاجه من اللي في فكرك دي. هي بس بعافيه حبتين. بعافيه؟ طب ايه قولك نودوا لها حكيم. وهو اني سكت؟ ده انا الحكيم خد مني ياما. رقبتي اكل علاجات كافه شيء. خدي. تصدق وتامن بالله لا اله الا الله. انا اللي بيخليني نروح ونيجي كده جدعنتك دي يا سي محمد يا خفاجه.
مش انت خباص؟ انت خباص، لكن مفيش من ده عندك اتنين. طول عمر لسانك بينقط عسل. قولي لي بقى جماله، هنقدر نشوفها وتقوم امتى؟ يومين كده ونشوفولك عليها. فوتك بعافية. الله يعافيك. طب المنظرة وتسكت، ومحمد خفاجة ما بقاش فيه، وخربت وقعدنا على تلها، والرجالة اللي قانينهم واللي عايشين على عرقنا وشقانا مبلطين لنا في الخط. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نموته اللي كان السبب؟ مين اللي كان السبب؟ الولية أمينة. خرف بتقول ايه يا بنت؟ أنا ما بنخرفش، أنا قعدت نفكر كده، قلت مين اللي يكون وزع علينا الحكومة؟ مين اللي له مصلحة في سك المنظرة؟ ملقتش غير غراب البندي، هي اللي من كده مني من ساعة ما رقعتها العلقة. انت سكرتي واتدهولتي، اتهدي بقى. أنا هنرقعها علقة تانية، وهنقلعها بلبوس في قلب الحارة، ونخلي اللي ما يشتري يتفرج عليها بنت المؤذية دي. وحياتك يا دي العدس، ما حد هيفرج علينا الخلقة اللاسكينة بنت زينب، يبقى جيني خبرها في يوم ابيض. طب احنا ايه اللي نبنا؟ فرحتي الحرمتين داخلين خارجين واحنا قاعدين كده زي الولايه، لا شغل ولا دياوله. الله 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 الله، انت بتعربن على ايه يا عرابي؟ هو انت لا مؤاخذه لو تحت ايدك حرمه هنقولوا لك هاتها نخنقوها؟ ايه ما توضح لسك عبد الرازق، واحنا بنتكلم في شرط سمك؟ احنا بنتكلم في موت. انت سامع الكلام يا ابو بديعه؟ دي حتى لو حرمه بطاله ما ترضاش على نفسها الكلام ده، ولا مؤاخذه الحرمه دي تخصني. طيب هات خلقك، احنا مؤاخذه قاعدين بنتفاهم ومش بنتعاركوا. هو عرابي بس غرضه يقول لك يعني هتصرف نظر عن الحرمه دي امتى؟ بكيفي، لما يجيلي كيف يا حسب الله، ومحدش له عندي اي حاجه. ولا ها يا حسب الله، انت هتهاوده ايه؟ قرش خفاجي نيمك وخلاك وضاع سيره يا عرابي بقى. القرش اللي بتتكلم عنه ده خلاص ما عادش يجي، الحكومه خلاص سكت السبيل. ما انت اخر مره يا عرابي خفاجه ده اللي قعد بتلسن عليه كلتلك بيجي فرنك سردين من جيبه. اصل سعرابي يحب يلهف وينسى، عامل زي القطط ياكل وينكر. احنا عايزين نرجعوا نحتكموا على فلوس، مش سردين وكلام فاضي. عايزين نرجعوا نصرف وننبسطوا. تاني يا عرابي؟ طب ما تتصرف انت، ما تبصش في طبق حد. لا مؤاخذه يا عبد الرازق، الحرمه اللي انت بتتكلم عليها دي الحاره بقت عارفاها في الرايحه والجايه، يعني لو غطست احنا اول ناس هنتسالوا عنها. اهو ده الكلام حلو قوي يا ابو بديعه، ويا دار ما دخلك شر. انت فهمت غلط يا عبد الرازق، انت بقى فهمك على قدك كده ليه؟ طب فهمني. يعني الوليه دي عشان وشها نعرف تبقى تخصنا، واحنا متفقين اننا رايحين نخلصوا عليها. يعني سالت عبد العال بترد ليه يا عرابي؟ ومين دول اللي متفقين؟ جرايه يا جدعان، هو انا بقيت طربوش ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا معلم، محدش يقدر يقول كده. وعرابي غرض يقول يعني ان احنا كلنا متفقين، احنا كلنا ايد واحد، ما ينفعش حد فينا يقول ماليش دعوه. يعني ايه؟ يعني الشغل شغل. يعني ايه؟ هتفهم بقى يا عبد الرازق، افهم. الجماعه غرضهم يقولوا لك ان الحرمه اللي تخش لحد عندنا برجليها تبقى تخصنا كلنا، ما حدش يستفرد بيها. الحب والعشق والكلام ده الناس دي ما تعرفوش، مالهمش دعوه بيه. الناس دي بتحب وتعشق حاجه واحده بس، الموت. ولا ها؟ أني أول يوم نقوم من السرير النهارده. يا اختي الف مبارك، عيني عليكي برد. ايوه قومي كده واتحركي، اهو ما يزودش الرقده اللي قعده السرير. ما الحكيم هو اللي قال لها تستريح. وحد يسمع كلام الحكمه؟ ده السليم يسمع كلامهم ياعي. يلا قومي تعالي معايا وهاتي انيسه معاكي. نروح على فين؟ أني مش قادره نتحركوا. لو غلاوتكم اني ما نقدر نخرج من هنا الا وانتوا الاتنين معايا، ده كانوا الجدعان ياكلوني اكل. جرائيه ام بديع،
انت مش شايفه الشابه تعبانه ازاي؟ طب تعالي انت يا انيسه. قال لها تحكي لهم تقول لهم اللي جرى لها. قال لها مش مصدقيني يا اختي. اجي معاكي لوحدي ازاي؟ طب افرضي بقى ان انا رحت وما لقيتش غير محمد خفاجه، ازاي الحال بقى؟ اني بقى اللي هنقعدوا معاه؟ انا مش عارفه نعمل ايه ولا نتصرف ازاي. قومي يا اختي هاتلي شويه ميه. قال لها ريقي نشف. حاضر. انت بتوزعيها؟ ما نخبيش عليكي، انا جايه عشانك انت بس. محمد خفاجه يا اختي مبهدلني وقال لي لو رجعتي من غيرها اني هنطربق الحر على نفوك ونفوق اللي جابوكي. وانت يا اختي ترضي لي بالبهدله؟ ام محمد، ده العادي يا ام محمد. تعالي يا اختي جنبي، تعالي يا اختي انت جايبانا فين؟ اصل هناك المطارح مشغوله، هنا اروق. والبيت ده يا حبيبتي بتاع مين؟ ده بيت واحده حبيبه. استنوني انتوا بس هنا على ما ندخل لها. هو ايه اللي بيحصل ده يا اختي؟ ما اعرفش، اني ما بنستريحش للست دي. يا شيخ دي بس كانت خايفه من سي محمد وعبده، اصل هم مأكدين عليها انها ما ترجعش من غيرنا. اختي يا مرحب يا مرحب يا الف مرحب، اتفضلوا. انت صاحبه سترايا؟ ايوه، خدمتكم امينه وبيقولوا لي يا ام احمد. اتفضلوا، اهلا وسهلا. شفتكوا حبيبه حبيبه. اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي، اتفضلي. السلطه دي ليكوا على ما الاكل يجي. هو انت نقلتي من هناك لهنا يا وليه من غير ما تقولي لنا ومخبيه علينا؟ ما هنا بيتنا وهناك بيتنا. غريبه، بس انت يعني ما قلتيش كده من الاول. هو يعني كان جرى ايه؟ ما الدنيا هي شرحه وبرحه ومنوره بيكوا. السمك. اما نروح نجيب لكم كوبايات ونبيت. تسلم ايدك يا ام احمد. الله، ده زي ما نكونوا بنتوحموا. كان نفسي في صينيه السمك دي. بالهنا والشفا يا حبيبتي، مطرح ما يسري يمري. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اقول ايه؟ يا صباحه يا مساءه، ده النور ده كله وانا اقول النجا نورت. ازيك يا انيسه؟ ازاي الحال يا عدوله؟ الهي تسلم يا سي محمد. ازيك يا سي محمد؟ تعالى تعالى فريحي عدينا. يا سلام، والله وحشتنا القعده الحلوه دي. يا اهلا يا اهلا. ايه الف سلامه، ايه اللي سمعته ده؟ عاديك يا سي محمد على اللي شفته. اني ما كنتش قادره نيجي، بس جيت علشان خاطرك يا سي محمد. ان بيت المفتخر. عايزاكي. هي اللي راحتك يا بعيد. الف بعد الشر عليك يا جميل. عاوزك بقى تحكي لي كل حاجه. مين اللي هيدفع حساب المطرح؟ انت ولا محمد خفاجه؟ أنا اللي هنحاسبك يا أمينة. طب والاكل اللي هيفيض منهم مين اللي هياخده؟ يا وليه مش لما يبقوا ياكلوا الاول؟ اما انت مرة مفجوعه صحيح. وبقى انت ليك تتكلمي في اكل ولا في شرب؟ ما انت بتاخدي حساب المطرح. هو انتوا على طول كده عايزين تكوشوا على كل حاجه؟ ليه؟ ما احنا بننفعوك. طب ماني كنت نقدر ناخدهم مطرح اللي هنا ولا نوديهم مطرح علي بيت كبير؟ مطرح علي بيت كبير ده عامل زي التربه. تربه ايه يا أمينة؟ الله، ده احنا دافنينه سوا، وان كان فيه خير لازم يعوم مع الكل. ولا انت ليكي رأي تاني؟ لا ماليش رأي تاني يا أمينة. مالك يا عدوله؟ انت لو شربتلك شويه نبيت يا جماله يا جماله هينزح عنك كل العيا وهتبقي زي الحصان. الحق، الولية سكرت من كاس واحد. ايه ده ما اكلتوش يعني؟ لا ده كده فل قوي. شيلي بس انت الحاجات دي وسيبي لنا الازازه. قومي يا أنيسة عايزاكي.
ده على فين يا ريس؟ ايوه عليك يا سي محمد، عايز منها ايه وانت معاك واحده تانية ولا مش ماليه عينك؟ ايه مالك يا سي محمد؟ وليه دي واخده انيسه ورايحه بيها على فين؟ يعني هتكون واخداها ورايحه على فين؟ اكيد صاحبك جه وطلب يشوفها. عبد الرازق غصان من ليله امبارح، يعني اكيد مش هيقب. ما تخافش يا اخويا على انيس، دي توديك البحر وترجعك عطشان. ولا انت يعني مش عايز تقعد معايا لوحدك؟ طب وعبد الرازق فين دلوقتي؟ انا عارفه يا اختي غطس راح فين النهارده؟ بقول لك ايه يا وليه، انت تقبي وتختصي وتجيبي لي عبد الرازق. ايوه عليك، انت هتسكري عليا ولا ايه؟ لا انا مره خلقي ضيق ماليش روح. طب قومتيني من معاهم ليه؟ ماني كنت قاعده مبسوطه. أنا قلت نشدوكي يمكن ياخدوا راحتهم في الكلام، يقول لها كلمتين ولا حاجة. بني آدم لازم يبقى حسيس. بقول لك ايه يا وليه، انت انا عايزه عبد الرازق دلوقتي. وانتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ ما فيش يا اخويا، ده أنا كنت بنتسير معاها على ما تاخدوا قعدتكم. لا، ما اصل عديله تعبانه شويه ومش قادره تقعد. يلا يا انيسه. لا معلش، اسبقوا انتوا، أنا بس عايزة أنيسة في كلمتين كده. ماشي بينا عديله. فوتك بعافيه يا راي. ما نتحرمش من دخلتك يا سي محمد. ايه عايزه مني ايه تاني؟ أنا عايزة نقولك صحصحيلي كده، أنا عايزة نقولك اوعي تيجي تاني ومعاكي سي محمد خفاجة ولا عديلة، الا لو عبد الرازق عرف هتبقى مصيبة، يطربق الحارة على دماغاتنا، فهماني ولا لا؟ ده يمكن يصور لنا قتيل. انا عايزاكي تيجي لوحدك لوحدك، اياكي تجيبي سيرة لمحمد خفاجة ولا العديلة. انا دلوقتي مش عايزة نقولك، ده يصرف قلبي وساكتة، انا المرة دي بتغير منك. ده العيد يا راجل، يعني واجب عليك تفسحني. تاني يوم يا سكينة هناخدك نوديك ابو قير نتغدوا هناك. هنركبك الزقزية يا بت. وليه مش بكره؟ اشمعنى تاني يوم؟ ولا هو اول يوم مش لمراتك؟ ايوه اول يوم لازم نروح لاخويا محمود نعيد عليه وناخد له حاجة. يعني راح تروح لاخوك تعايد عليه واني ننفلق؟ اخوك الكوم الكبير واني فوق البيعه؟ يا بت اختشي، احنا ما بنروحش لاخويا ده خالص. ما انا قاعد مرزف ريحك ليل نهار. ايوه عامل له هو حساب واني زي عدمي ما نسويش بصله. جرالك يا سكينة الله العظيم ده انت حكايتك حكاية يا بنت. احنا صابحين عيد وليلات الناس بتسهر تفرفش، انت هتقلي بيها غم من اولها. وبعدين انا عارف اخويا محمود ده ممكن يقاطعني العمر كله لو ما رحتش عيدت عليه في اول يوم. يا ميلة بختك يا سكينه، بقى بذمه النبي ده يرضي حد؟ يعني الحرمتين العدمانين ياخدوهم سي خفاجي وعبد الرازق يفسحوهم، اني نقعد في البيت زي ازازه الخل؟ ما اللي قلت لك يا سكينة، محمد خفاجة ده الفلوس على قلبه صاررها كده كوام كوام. ده لو حب يفسح اهل بحري كلهم هيكفيهم ويفيض. بالك يا بنت يا سكينة، أنا لو نحتكي مع الفلوس اللي معاه دي احنا مش نفسحك بس، ده احنا نسكنوكي في سرايا ونجيبولك الخدم والحشم تحت رجليك يا بنت. طب احلف على الحرمانيه كده انك بتحبني بالقوي يا عبد. هو الزبيب يستغنى عن المهلبية يا بنت؟ بنحبك يا سكينة وبنموتوا فيك يا بنت. يا عبدو بقى بلاش سيرة الموت في الليلة الحلوة دي، ومطفي اللون. الله الله الله. ايوه
ايوه. انت مين؟ انا المعلم حندوق. حندوق؟ ما انت بتدوق من الصبح اهو. حندوق مع مين؟ صاحب سي محمد خفاجه. طب ما تروح تقعد مع سي محمد خفاجه، ده انت رزيل قوي. انا مبسوط هنا. انا مش مبسوط. اول مره اشوف واحد ارزل مني بكتير ولا يا الله يفتح عليك يا شيخ محمد. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي 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 يا هاوي يا عيني الله يا ماما بيضا وإننا جينا يا ماما بيضا وإننا جينا وارد يا لينا عندي ضاعينا بطارد يا واي يا أخذها البلبل ويطر وياه أخذها البلبل ويطر وياه أصبر يا ليلى يا ليلى يا رسولنا أصبر يا ليلى يا ليلى يا رسولنا تنزل في المية يعجبني تنزل في المية يعجبني يا سمك مني شوف يا حبيبي ليلة العيد يتمطر العين سودا سودا والخدود ورد احمر طلبت وصله الحاضر لما نسهر والله ما جاني لاني رايح وانا جاي والنبي نبي يما تعذري تني علي. ايوه حلاوتك يا عبد الرازق. ايوه انا معلم وانا جاي ايدك يا عدودة. واحدة واحدة. ايدك يا انيسة. هلا بيه. تعالى يا اخويا تعالى. خش عند الرازق. ده ايه الرزاله اللي احنا فيها دي؟ انت جاي معانا مش تهاه بقى. بقول لك ايه يا انيسه بينا. على فين يا عبد؟
ناخده حنطور تاني، البت هاني مش لاقي حته تقعد فيها. في يا جدع؟ معلش يا سي محمد، هناخده حنطور تاني. يلا يا انيسه. حاضر حاضر. على مهلك. بقول لك ايه يا حندوق، انت ركبت يا اخويا يعني وستفت نفسك. مين هيوصل الشيخ احمد؟ واعمل له ايه؟ خد امسك، خد لك حنطوره ووصله لغايه البيت. ها لغايه البيت. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من البيت. لا تروحي لا هنا ولا هنا. على البيت طوال. طيب طيب. بينا يا اسطى. جمال يا جمال. أنا خلاص مش قادرة يا سي محمد، دماغي بتلف. روحني يا ماما. اروحك ده ايه يا جمال؟ بكفاياكي بقى شهر في حاله طويل عريض مش عارفين نتلايموا على بعض. أنا تعبان وحاسة إني دايخة، عايزة أنام. اني هنشوفوا اوضه في الكوند الجواني نباتوا فيها. يا ندامة، أنا ما نقدرش نبات برا البيت. روحني الله يسترك، لحسن لو أنيسة روحت قبلي هيقولوا إني كنت فين. وانيسه ايه اللي هيرجعها بس؟ عبد الرازق مش هيسيبها الليله خالص. الجمال جماله. وقف عندك يا اسطى، هنشوف اوضه في اللوكاندا دي. بس اتأخروا عليك. عديلة كده برضه عديلة، ايه رايحة فين؟ أنا في عرضك يا سي محمد، أنا تعبانة وعايزة نروح سي محمد. سي محمد نام بس شوية عدولة. يا سي محمد. الله، هي راحت فين دي على الصبح؟ يا صباح الخير. كنت فين؟ هكون فين يعني؟ كنت في الحمام وبشقر على البيت. ما يلا قوم بقى عشان نمشي. يا لهوي يا مسبتي. ايه مالك؟ البوك بتاعي كان هنا، راح فين؟ البوك ده ولا؟ ايوه هو. هات بقى. لو عايزاه تعالي خديه. ايوه وبعدين معاك يا عبد، ما تجيب البوك بتاعي. مش هنديهولك. طب يلا قوم بقى احسن كده هنتأخر. طب ما تيجي نترازلوا على بعض حبة كمان، نعمل استباحة يعني عشان نبقى ولا سي محمد، ما تصحى يا سي محمد. يو سي محمد، ما تصحى يا راجل. هو بس شوية عدولة. يو سي محمد يا راجل، انت واكل تاتورة. يو طب لو ما صحيتش بقى اني هنمشي. ها هات البوك بقى. ها مش هنديهولك. ما بلاش هزار امال وهات البوك. ماني قلت لك ضاع مني يا انيس، مش مصدقه فتشيني يمكن ها ولا ها. ما بلاش منهدى امال يا عبد، هات البوك بقى. استني يا انيس اما نشوف عنطور، اللي انا اتاخرت قوي. ليه؟ لو انت مش هتوصلني يعني الاول؟ لا انا لازم ارجع البيت دلوقتي. تصدقي يا انيسه؟ هتصدقي ان شاء الله، الوليه مراتي ما شافتش خلقتي من امبارح. طب هات البوك بقى.
ها يا راجل، اهو طلع حصان رزين قوي. حنطور تاني جاي اهو، شاوري له انت يمكن يقف. ها ادي الها ولا تعالى يا انيسه. اول ما سمع الها بتاعتك الحصان وقف على طول. لا يا هاني، ايدك يا انيسه. تعالى 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 انيسه جاري هنا. اطلع بينا يا اسطى على حاره الفراهده. طب هات البوك تاني. خدي البوك اهو يا انيسه. هات. الله، امال فين الفلوس اللي كانت هنا وفردة الحلقة كمان؟ فلوس ايه وحلقه ايه؟ من ربع ريال موجوده اهو. ده كان 4 ريال ونص وفردة حلقة كمان. على ايدك هنا يا اسطى. تعالى هنا يا عبد الرازق، رايح فين؟ امشي عرباجي. نمشي ولا نستنى؟ استنى، ده معاه فلوسي. انت هتمشي ولا استنى يخرب بيتك، فلوسي. يا صباح الفل، يا صباح الفل اللي طالع يطل امر يا اخواتي. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي تعالي شوفي صاحبك اللي مش راضي يصحى. يا لهوي، ويا بنت يكون الراجل فطس في ايدك. فطس ده ايه؟ ده عمال يشخر، وكل ما اجي اصحيه يقول لي لا سيبيني عايزه انام. خيبك. تلاقيه بس ايه اتهدي حيله، مش مشكله يريح جتته شويه. اني اتاخرت وعايزين نروح. هنروقوا سوا عدولة. نفطروا بس ونشربوا كوبايتين شاي نظبطوا بيها دماغنا من الليله الحلوه بتاعت امبارح. صباحه عليا. يسعد صباحك يا سيد الرجاله، كل سنه وانت طيب. شوف ابننا فوطه نظيفه ما يكونش حد لمسها. احلى فوطه لاحلى راجل. عارف مين كان نايم في الاوضه اللي جنبك امبارح؟ هيكون مين يعني؟ السلطان حسين. وانت الصادق، صاحبك المعلم عبد الرازق، وكان معاه حته حرمه سحبه في ايدها بنت صغيره الظاهر بنتها. دي يمكن تكون انيسه وبنتها هانم. الله يخرب بيته، ملقاش غير هنا هو كمان. عاوزه حاجه يا دلعتي؟ ما تعرفيش فين ريا ولا سكينه؟ ريا وحسب الله بيتهم اللي في حاره علي بيه الكبير، وسكينه راحت تتفسح مع جوزها، والمنظره والحكومه قافلاها من قبل رمضان ما يهل. كتر خيرك يا ستي. ما قلتلك مش هتلاقي حد ايدك. معلش، يمكن خدتها وراحت بيت ريا اللي هناك. يمكن مشيت من بره. مش هنخسر حاجه، خلينا نروح نشوفها في بيت ريا اللي هناك. ماشي يا عدولة، بينا يا اسطى على حاره علي بيه الكبير. بقول لك ايه يا وليه؟
عايز ايه يا مدهول على عينك؟ مين المارة دي ومين الجدع اللي معاها؟ وانت مالك ومال الحاجات دي؟ خليك متدهول في الخمرة والحشيش. دول الناس عايزين يعيدوا. طيب عديلة، صباح الخير يا ريا، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا حبيبتي، اتفضلي. إلا قولي لي أنيسة ما فاتتش عليكي؟ هي مش كانت معاكي امبارح؟ بس مشيت مع عبد الرازق. طب يا اختي خش، يمكن تفوت كمان شوية. لا، محمد مستنيني بره في الحنطور. ايوه، طب ما تزعقلنا عليه. لا معلش، مش هيرضى. يا ترى بس انتي فين يا أنيسة؟ ادام مع عبد الرازق ما تحمليش هم، ربنا يهني سعيد بسعيدة. طيب اقعدي بالعافية، يمكن تكون في البيت. يعافيكي يا اختي، مع السلامة. يا ترى عبد الرازق خد الولية وراح بيها فين؟ الدخل يا بنت. عاجبك كده؟ ادي اخر الجري. وانا عملت ايه يعني؟ الله، شوف الولية هتسأل. قليل المكان عبد الرازق خدها وقتلها عشان ياخد الصيغة لوحده. ده بيحبها. عبد الرازق ما بيحبش غير الفلوس، ده بيعط عليها. يا اما قتلها يا اما قلبها. ده شغل استقطاع. هو فاكرك ايه؟ خمة هيعط عليكي؟ لا، فلوسك لازم ترجع لك هي وفردة الحلق. أني هنجيبهم لك من حباب عينيه. ده نزل من الحنطور وغطس، فص ملح وداب ابن الحراميه. مالكيش دعوه انت، ريا هي الملزومه تجيبه لنا من تحت تقطيع الارض. تقطيع تقطع ريا وسنين ريا. يا اختي دي كانت شوره مهببه، كان يوم اسود يوم ما عرفتنا بيه. احنا هنروح لها ونشوفوا شغلنا معاها. يا ندامه، إلهي يغلبه وينيله، هو كده دايما فاضحنا. ولما انت عارفه انه كده كنتي قولي لنا، نورينا. انت الملزومه باللي حصل. اني ليه بقى؟ مش انت اللي عرفتيني بيه وقعدتي تقولي لي اني نضمنوه وعملتي لي من البحر طحينه؟ انت اللي خامه ودبتي في غرام. اني اللي خامه ولا انت اللي زقتيه عليا؟ والنبي تلاقيكوا دافنينه سوا. تحلفي على الحرمانيه؟ وحياتك يا جي النعمه، وحياتك يا جي النعمه، انا ما نعرف حاجه عن الكلام ده. الكلام ما فيش منه فايده. انت تقومي معانا دلوقتي حالا. نقوم معاكوا على فين يا حبيبه؟ تورينا مطرحه لاجل ما نرجع للبت حقها اللي خدوا منها. ده هو انا نعرف هو فين دلوقتي؟ بقى انت ما تعرفيش مطرحه دلوقتي؟ على مين الكلام ده؟ بصي بقى، احنا مش هنتنقلوا من هنا غير ورجلي على رجلك. ماذا والا هصوت والم عليك الناس كلها ونعملوا لك جرسه وفضيحه. الجرسه دي تعمليها عند محمد خفاجه هناك، هو يخشى ان يجيب لكم حقكم. طب قومي ودينا عند محمد خفاجه. خلاص يا عديله، احنا نروحوا الكراكون ونعملوا بلاغ ونجيب رجلها ورجل اختها كمان. مش هما اللي عرفونا على الرجاله دول؟ لا، محمد ده حاجه تانية، مش زي الحرامي النصاب بتاعك. لا تانية ولا تالتة يا حبايبي. يلا قوموا قوموا. محمد افندي فين يا واد يا ناصر؟ في الزريبه. روح ندهله. ما نقدرش نسيب الدكان. ما تروح انت يا راي. يعني هنروح نندهله ونسيبه لكم وهنمشي، واصطفلوا انتوا معاه بقى. نقطع دراعي اما كانت الوليه دي هي اللي رسمت كل الحدوته دي مع الحرامي ابن الحراميه ده. اطمني، احنا مش هنمشي من هنا غير لما نجيبوا لك فلوسك وفردة الحلق قابله. هو لسه الزفت عبد الرازق ما ظهرش لحد دلوقتي؟ هو لطش منك ايه؟ بتقول 4 ريال وفردة حلق. يا ابن اللئيمة،
يعني هيعيد لوحده. يا اخويا احنا في ولا في ايه دلوقتي؟ ما هو مش هيقبل لما يضيع الفلوس. الله يخرب بيتك يا عبد الرازق، انا كان مالي ومالي الشبكه السوداء دي لا هي تتوحل يا بعيد. أنا قلت لك من الأول بلاش عبد الرازق، عارفة لو عرابي كنا نأمان له. بلانيلا انت روخر مسخه من طوبى مشير. ايوه بس أنا كده هنتقهر في نفسي. عايزين نايب من العكمة دي. ده حتى الربع ريال اللي سابهولي ما قضاش تمن التوصيله، العرباجي نزلني من الحنطور وخدت بقيه المشوار كعابي، اني والبت العيله. بيني وبينك انت برضو محقوقه يا انيسه. ازاي بقى يا سي محمد؟ ما انت لو ما كنتيش نزلتي من لا مؤاخذه الحنطور ما كانش جرى اللي جرى. لو انت ما شفتش ساعتها كان عامل ازاي؟ اني قلت نغزو الشيطان وننزله معاه بدل ما يعمل لنا حكايه ويفضحنا في الشارع. سي محمد برضو عنده حق، كنت استنيتي شويه. واني بقى كنا نعرف منين ان هو هيخمني ويسرقني؟ ايش معنى انت يا سي محمد ما مدتش ايدك يعني على ال4 جنيه اللي كانوا في بوك عديله؟ اخصى عليك يا انيسه كده برضو. اني غير عبد الرازق ده راجل اوجري وبيشتغل بيوميته، لكن يعني زي ما انتوا شايفين الحمد لله الاشياء معدن ومية مية. ايوه بقى بس اني مش هنفوتها له ولازم نزعلوه. معلش خليها عليك انت المره دي. ده واد مش هينوبك منه غير العراك ولا مؤاخذه قله الادب، ولما تقولي له كده اكيد هينكر ومش بعيده لا مؤاخذه يشتمك قدامي وانا مش هنسكت. وانيسه يعني تجيب حقها ازاي؟ اذا كان على المبلغ اللي اخده فداها 10 قده، اني هندفعهولك وهنجيب لك كمان حلق بدل الفرده اللي لطاشها. وانت بس ذنبك ايه يا سي محمد في ده كله؟ الجماله يا جماله ايه الكلام ده؟ مهما كان برضو اني مسؤول عن معرفتكم بيه. ايه اللي انت عملته مع انيسه ده يا عبد الرازق؟ انت ازاي يا جدع تاخد فلوسها وفردة الحلقه وتكوت؟ ده شغل مرجله؟ الله 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 الله. وليه الخشه الهادي؟ نفوت لك فرغه بحق العيش والملح. بس بص الوليه انيسه دي كلامها ما يمشيش عليا، دي مره بنت كلب، هاتها واني نضربوها قدامك بالجزمه. اهو ده الكلام الفارغ بقى اللي ما يصحش. هاتها يا سي محمد، هاتها قدامي عشان تقول وعشان كلامها يبقى ماشي عليا. يا جدع وهي هينوبها ايه من ده كله؟ ايه اللي هيخليها تكذب عليك؟ ده انت كمان عليك شهود. شهود؟ مين ان شاء الله؟ عديلة مسخن من طوبة ولا أمشير؟ الاتنين جنس واحد، دول نسوان ماشية على كيفها يابا. طب يا اخويا بطل بقى رزالة دلوقتي وقول لي إذا كنت رهنت الحلق تعالى وريني رهنته فين وأني هنفكه من فلوسي، ما احنا أصحاب ومش عايز حد يفتكر إنني شريكك. لو كانت راحت بلغت في الكراكون يبقى زي الحال. شوف برضو أنا نقول له إيه يقوم هو يقول إيه؟ هو أنا هنخافه من حربة يا سي محمد؟ تروح مطرح مطروح، ان شاء الله ترمي نفسها في المالح. يعني انت مفيش فايده في الكلام معاك؟ ما تفضها سيره بقى، هاني قلت اللي عندي وانت حر. واذا كنت بقى على صحوبيتنا يا محمد بلاش تجيب سيره من كلام ده تاني، هاني بنقول لك اهو كده. ماشي يا عبد الرازق، كل حي يا صاحبي يعرف خلاصه، وخليك فاكر اني جيت لحدك وعملت حساب للصحوبيه اللي كانت بينا من واحنا عيال. كل حي يا صاحبي ينام على الجنب اللي يريحه. روح، ده انت طلعت قوي. اديك خسرت صاحبك عشان مره ماشيه على كيفها ومرمطت بيك التراب في غيابك. قعدت بس تقول لنا بتحبني، بتموت فيا، تسمع كلامي. نقول لها يمين تمشي يمين، نقول لها شمال تمشي شمال، واخرة المتمه جرستك. يعني اتجننوا يا رجاله. ازاي حرمه تحب راجل وفي نفس الوقت تتهمه في حلقها وفلوسها؟ سيبك يلعن ابوها، هو اللي بتاع حب. بس انا برضه مش هنفوتها لها. انا خايف تسكت، المره دي مش هتسكت، هتفضحك وتجرسك وتخلي سيرتك على كل لسان. وزي ما وعدت محمد خفاجه المره مش هتسكت، هتقدم فيك بلاغ في الكراكون وسين وجيم. يعني اخرة المتمه هترجع سجن الحضره في حرمه راميه بلاغ عليك. ما كفايه بقى، انتوا هتفضلوا طول ما انتوا قاعدين تسخنوني. يعني خلاص سخنت ولعت وعاوزين نخلصوا عليها دلوقتي قبل كمان شويه. انا خايف تروح لها وانت والع تدلو عليك ميه تطفيك تنخ، تقول حق برقبتي. انخ ليه؟ هو اني مره؟ تصدق يا حسب الله؟ هتصدق ان شاء الله. ما انزلتش لحد دلوقتي اللي توسخ سيرته ونسكت لها. الميه تكدب الغطاء، وزي ما بيقولوا البكا على راس المي.
مش قادرة. الحقيني يا أنيسة. ايه يا عديل؟ مالك يا اختي مالك؟ الحقيني يا أنيسة، هموت من التعب، مش قادرة اخد نفسي من الوجع. طب قولي لي بس نعمله لك ايه؟ انت خدتي الدواء؟ خدت الدواء بس مش عامل حاجة. أنا هموت من الوجع يا أنيسة، مش قادرة. ما الحكيم قال لك لازم عملية، انت بقى اللي سقتي فيه. أنا استنيت شهر كريم يعدي والحكيم قال بعد ما رمضان يخلص. أنا مش قادرة استحمل التعب. يا اختي ألف بعد الشر عليك، إن شاء الله عدوينك. يا ولية بطلي لت، روحي جيبي لي حكيم وما ترجعيش إلا بالحكيم. حاضر حاضر. نفوت أقول لأختك؟ لا، أنا مش ناقصة وجع دماغ يا ولية، همي مش مستحملة الوجع. طب اسمع دي، واحد حشاش معاه خمس ابيض في ايده، راح رايح يشتري حشيش، وهو ماشي قابل على الامه واحد شويش، قال له ها، راح رامي الخمس ابيض من ايده وقال يا فكيك. من المغفلة. هو مين؟ اللي راح يجيب الحشيش. دي نكته يا صعرابي. ده انت اللي نكته يا نص، انا ما فهمتهاش. عشان كده ما ضحكتش. ايه ده؟ يعني قصدك اني ما بفهمش؟ قصدي انك ما بتضحكش. عرابي عرابي يا صامعي. رازق تعالى عايزك في ها. مش بعادة يعني صحانك بدري. تعالى هنقعدوا على القهوه نقولوا كلمتين. ماشي، بس انت اللي هتحاسب، اللي انا داكك على الاخر. ما تبقاش رزيل بقى، انا مش ناقص رزاله، انا اللي هنحاسب خلاص. يلا يلا يلا. ومال البغل كده مشي من غير لا احم ولا دستور؟ ما هو البغل التاني جه زعق عليه وخده وراح. وانا هيروحوا فين يعني؟ اكيد هيقعدوا في اي زريبه، مش جوز بغال. خليك قاعد كده زي الطرطور، ما بقاش عليك غير الخمره والحشيش والنقوزه والتنكيد، ولا انت داري باللي بيحصل حواليك في الدنيا ولا عارف راسك من رجليك. هنقول ايه؟ ما انت النص. هات من الاخر. هاني مفروس فرسه وعاوز نتشفى من بنت الكلب اللي اسمها انيسه دي مرة خاينه ورزيله ولازم نأدبوها. واجب برضه. طب ريا وسكينه وحسب الله وعبد العال اخبارهم ايه في العباره دي؟ ان كان على حسب الله ما كانش مخلصوا اللي جرالك المره اللي فاتت، وان كان على ريا انا سمعت انها واقعه معاها هي وصاحبتها عشان شتموها وبهدلوها وهددوها انهم يعملوا لها بلاغ في الكراكون. وكان على عبد العال وسكينه زي ما انت عارف، كلمه تجيبهم وكلمه توديهم. تصدق يا عربي؟ هتصدق ان شاء الله. اول ما هيشوفوا الصيغه اللي في دراعاتها هيتسربعوا ولا طب والحرمه التانيه صاحبتها هنسيبها يعني؟ ما دراعاتها برضو اتقل من دراعات صاحبتها. الاول نموتوا الحرمه اللي اسمها انيسه، وبعدين ننضالوا على الحرمه التانيه اللي بيحبها السي خفاجه. هل بيحبها قال هنموتوها ونحرقوا قلبه عليها. قلنا كده، قلتوا اطلعوا من البلد. كن بقى عامل لي فيها ايوب والنعسه. انا بس قلت الاول ناخدوا مزاجي منها وبعد كده نخلصوا عليها ولا يا عديل، مش عايزه مني حاجه تانية؟ بنقول لك ايه يا اختي؟ خدي يا اختي، خدي الدلايه دي وال2 جنيه لاجل محمد عشان اكله وشربه ومصروفه. عليكي يا عديل، ليه؟ هو محمد ده مش زي هانم ولا ايه؟ مش هنقدروا يعني نوكلوه؟ بقول لك ايه، خليهم معاكي ريحيني. خدي بس. هاتي يا عديل عشان نريحوكي. ما تتاخريش عليا، بكره باذن الله هنكونوا عندك. بس انت كده شدي حيلك يا اختي، يلا بقى عشان تقومي لنا بالف سلامه. شدي حيلك يا اختي.
زيها دلوقتي. تعبانه قوي يا عينيا. هيعملوا لها العمليه بكره. ما هو الحكيم كان قال لها بعد رمضان. غلبانه عديله دي، ده هي اللي عامله في روحها. يا اختي ده بدل ما تدعي لها. ايوه في حاجه يا بديعه؟ مالك يا بنت في ايه؟ طيب غوري داهيه. مين البت دي يا اختي؟ اخس عليكي يا انيسه، كده برضو ما تقوليليش على حاجه زي كده. لا مالكيش حق. اعمل ايه يا ستيتا؟ غصب عني والله. اختك هي اللي طلبت مني ما نجيبلكيش سيره، لكن اني برضو ضميري ما خلصنيش. نقوموا بقى نروح لها الاسبيتاليا. حاضر بس مش هينفع دلوقتي. وايه اللي مش هينفعها؟ الزياره الساعه 3. اني هنسيب هانم بنتي عندك لحد ما نخلصوا مشوار كده ونرجعوا، وساعتها بقى نروح سوا العديله نطمنوا عليها. طب يا اختي بس ما تعوقيش، ده ربنا يعلم بيا من ساعه ما قلت لي الخبر ده. اخس عليك يا عديله، كده برضو ما تقوليش لاختك انك هتعملي عمليه زي دي. وعشان ايه ده كله؟ عشان شويه زعل؟ نقوم اني بقى عشان نلحق. هانم خليكي هنا لحد ما نرجع لك. نروح معاك ياما. تروحي معايا على فين يا بت؟ أنا مش هنعوق مسافة السكة. اقعدي بس استريحي اقعدي. أنا مش هنقعد، أنا مستعجلة. هنروح نزور عديلة في الإسبيتاليا. ده كفضل الشر. ما انت عارفة إنها عيانة وراح تعمل عملية. هي مش كانت اختي بقت كويسة؟ عايزة إيه تاني مني يا رايا؟ مش هيعالي بنتك لحد البيت ليه؟ طب اقعدي الأول بس، اقعدي. أنا يا أختي مش عايزاكي، ده عبد الرازق هو اللي عايزك. وإزاي الحرامي ده يستجري يوريني وشه تاني؟ ما انت ما تعرفيش، مش عايز يا أختي يرجعلك فلوسك وفردة الحالة. فلوسي ما خلاص رجعها لي محمد خفاجة، ولا هو عايز يلطش دول يا كمان؟ لا يا أختي، ده عايز يرجعهم لك عشان ترجعي لي. نرجع له؟ ده اللي ما يجعلنيش كحل في عينه ما نجعلوش مركوب في رجلي. لا هو بسلامته ما عرفش ان صاحبه دفعهم لي. ماني مرضتش نقول له، قلت انت اولى بالفلوس بدل ما يصرفها على مزاجه. بس اني بقى مش راح نرجعوا له تاني. وماله، خدي حقك منه، بس في الاول ما تبينيش نيتك قصاده لحد ما تاخدي فلوسك، وبعدها قولي له انا مستعجله، انا عايزه نزور صاحبتي، واني هنقول له انني رايحه معاكي. من امتى كانت الايد اللي بتاخد بتدي؟ جرايه يا وليه، عماله تزعق عليا من فوق كده ليه بالصوت الحياني زي ما اكون ميت لك ميت؟ في ايه يا ستيتا؟ البت بنت انيسه مفلوقه من العياط عايزه امها. انت مش قايله لي انها تعدي عليك قبل العصر وتروحوا الاسبيتاليا؟ وهي ما رجعتش لحد دلوقتي، وانا مش هنستنى، عايزه نروح لاختي نشوفها ونطمنوا عليها. طب والبت دي هنعمل فيها ايه؟ خدها، خلي صبيك يوديها لخالتها نميسه لحد امها ما ترجع. طيب والدلعه دي خالتها دي بقى ساكنه فين؟ ايه في ايه؟ مالك قاعده شايله عبد القادر على دماغك ليه؟ انيسه ما رجعتش بيتها لحد دلوقتي. الله، طب ودي فيها ايه دي؟ اصلها فاتت الظهريه على ست اخت عديله وسابت عندها البت هانم، وقالت لها هروح مشوار واما ارجع اخد البت ويروحوا بعد كده العديله في الاسبيتاليا. البت قاعده تعيط فشيعوها لي، ولحد دلوقتي امها ما رجعتش. طبعا، امال ايه؟ ما هي ماشيه على كيفها. دي عمرها ما اتاخرت بره بيتها لحد دلوقتي، دي حاجه تقلق.
عملت ايه يا أمي؟ لقيتيها في بيتها؟ ابدا يا بنتي، والجيران اللي حواليها محدش شافها من ساعة ما خرجت امبارح الصبح. وبعدها نزلت وما شفتهاش من ساعتها. ما قلتلكيش يا ام بدوي مشوار ايه ده اللي رايحه تروحه؟ ماني لما لقيتها مش راضيه تقول ما رضيتش نسالها. يعني هيكون مشوار ايه ده اللي تبات فيه بره البيت؟ يمكن كانت رايحه تسلم شغل لحد من الترزيه. لا يا اختي انا ما شفتش في ايدها اي حاجه. امال راحت فين بس؟ انت عارفه ياما كل الترزيه اللي هي بتشتغل لهم؟ ابدا يا بنتي، يا ريتني ما رحت لاخوكي. كنت هتقولي لها ايه؟ كنت هتقولي لها ما تخرجيش؟ قال لها هنعرفوا سكتها. طب وانتي والنبي يا ام بدوي لما كانت عندك امبارح كانت لابسه الذهب بتاعها؟ من هنا لهنا، وكردان اختي عديله كمان. والكردان ده ايه اللي اداهولها؟ ما هي عندها شيء وشويات. قالت لي ان عديله ادتهولها لحد ما تقوم بالسلامه. ده ايه المصيبه اللي نزلت على دماغنا دي؟ نروحوا فين ونيجي منين بس يا ربي؟ أنا خايفة حد يكون عمل فيها حاجة عشان يسرق صيغتها. يا عينك يا جباينك يا تعبان المفازة، يا عينك يا جباينك يا تعبان المفازة، شرك حاضر تملي وضميرك في الأجازة، وريقك سلسبيل وبابك سن فيه وتقتل قطعوا كام؟ هترد يا ابو بديعه، هو احنا بنشحته ولا بنشحته؟ خلاص رد وخلصينا، خلينا نتحاسب. يكون في معلومكم سكينه وجوزها ليهم نادي. ليه بقى البعزقه دي؟ لو كانوا اشتغلوا معانا سكينه ما تعرفش، وجوزها مسافر البلد عندهم. ده اتفاق، وسكينه لو عرفت هتجرسنا وانتوا عارفينها مهفوفه. ايه دول؟ نصيبك ونصيب عبد العال من سيره انيس. انتوا موتوها؟ ومالك يا اختي مفزوعه كده؟ هي كانت عملت لك ايه؟ عملت لي؟ ده مره ما تختشيش، بتقول لي اني رايه اللي ما يجعلنيش كحل في عينه وما نجعلوش مركوب في رجلي، اني رايه يتقال لي الكلام ده وتشتمني قدام محمد خفاجه، وقال ايه؟ انت اللي وديتيني للحرام يا عبد الرازق، لا انا كنت شديتها من شعرها ووديتها له بنت الكلب. وعبد الرازق وافق؟ الا وافق، ده كان راسه 1000 سيف نموتوها، ده هو اللي كان بيزقني زق. ده اني ما صدقتش النوبه اللي عدت لما قال كده، وقلت في بالي دول شويه زعل وهيعدوا وبكره يتصالحوا مادام بتحبه وبيحبها. معقوله بقى المره اللي تحب واحد يخنقها ويتويها؟ صحيح دنيا ملهاش امان واهلها غلال. باتت بره، ازاي الكلام ده؟ ولحد دلوقتي محدش عارف فينا باتت ولا راحت فين. هي ما فاتتش عليك امبارح؟ مع انها مأكده عليا انها هتفوت. اللي انا مش فاهماه هي ليه ودت البت هانم عندك انت يا ستيتا؟ اشمعنى يعني ما وديتهاش عندي؟ يا اختي ما يمكن المشوار اللي كانت رايحه تروحه قريب من بيتي. كلام معقول برضه، يمكن كانت عايزاكي عشان تروحي معاها عند عديله. مع اني حلفتها بسيدي عماد ما تجيب لك سيره. معلش نتحاسبوا على ده بعدين، المهم دلوقتي انها اتفقت معايا تفوت عليا بعد ما تقضي مصلحتها ونقولك. ولا قولي لي يا ست ام نميسه، مفيش حد كده فات عليها؟ ما نعرفش. اني اول امبارح بعد ما رجعت من عندك رحت لها عشان نسالوها عنك ونطمنوا عليكي، واحنا قاعدين جات لها عيله بنت صغيره كده. البت اول ما دخلت ولقيتني قاعده على حيلي وشوشت انيسه بكلام انا ما سمعتش منه حاجه. انيسه وشها اتغير وراحت مشت البت. البت دي تعرفيها؟ بنت حد نعرفوه؟ لا اني اول مره نشوفوها. ما عرفتيش حتى اسمها؟ اسمها اتهيألي قالت لها يا بنت يا بديعه. بديعه؟ عرفتيها يا عديله؟ دي بنت واحده صاحبتنا. انا دلوقتي عرفت انيسه راحت فين. يا صباح، ازيك يا ام بديع؟ ان شاء الله تسلم يا اخوي. وانا يعني اللي وقعت من قعر القفه؟ مفيش ازيك يا ام احمد؟ معلش ما تاخذنيش، العتب على الناظر. من لا احبابه الناس اصحابه. ايه ده انت الخير والبركه. الا مفيش اخبار عن الجماعه ام بديعه؟ بعد عنك
مش دخلت يا عيني الاسبيتاليا؟ اسبيتاليا؟ مين اللي قال؟ رحت يا اخويا وسألت، وهنروحوا تاني ونجيبوا لك قرارها. ايوه حياتك، والسلام امانه. عينيا. باين عليه واقع قوي قوي، مش زي صاحبه جلال فزع الولية. اللي بالحق هما لسه زعلانين مع بعض. انت عرفتي منين؟ انا يا حبيبتي نعرف كل حاجه. قلبه على وشك يبان يا ندغي اللبان. عديلة، الحمد لله على السلامة يا اختي. خرجتي امتى من الاسبيتال؟ النهارده. خشي يا اختي، تعالي اتفضلي خشي. في الف خطوة عزيزة. ده انا كنت متفقة مع انيسة تفوت عليا نقولك الاسبيتال، وذبحتلك الوزة اللي كنت مزغطاها، بس والنبي يا اختي ولا عدت ولا جات ولا حاجة. انت اخر نوبه شفتيها امتى؟ اخر نوبة في اليوم اللي دخلتي فيه الاسبيتال. انت عارفه ان انيسه غايبه عن بيتها من ساعتها؟ وسيدي عماد ما نعرف ولا عندي خبر. راحت فين دي؟ يعني مش عارفه يا ريا؟ نحلفولك على الحرمانيه يا اختي عشان تصدقي اني ما نعرفش. بنتك بديعه عليها شهود انها راحت خدتها من البيت. انيسه ما جاتش مع بنتي، اللي بتقوليه ده ما حصلش. اني شيعت لها صحيح، بس بنتي زي ما راحت زي ما جت. وكنت مشيعه لها بنتك ليه بقى؟ عشان تفوت عليا نروحوا لك الاسبيتال يا سوا. ريا بلاش اللوعه ده. وديتي انيسه فين؟ قولي احسن مش هيحصل لي طيب. تعال فتشيني يا روح امك. بنقول لك ايه؟ اني مره خلقي ضيق، واني صبرت عليك كتير انت وصاحبتك. اخر حاجه هنقولها لك، اللي هتفتح حنكها بكلمه بعد كده اني هنجرسها واللي فيها في ملايه. ريا حرام عليكي، حرام عليكي اللي بتعمليه في الناس ده. ده انت لو تشوفي امها واختها حالتهم عامله ازاي. صعبوا عليكي. ايوه عليكي يا عديله. ما هو انت يا اختي اللي طلعتي فيا زي البارود، زي ما كون اني اللي مخبياها. انت اصلك مش عارفه حالتي. اني كان المفروض نفضل في الاسبيتالي. اني خرجت بس لاجل ما ندوروا عليها. اني كان لازم نبقى راقده دلوقتي. الشر عليكي يا اختي، ده احنا اخوات واللي يصيبك يصيبنا. انت قوليلي عايزاني نعمل ايه واني نعملهولك على رقبتي يا اختي. يعني تفتكري هي فين دلوقتي؟ صراحة حاجة تلقف. أنا بنقول يمكن المخفي عبد الرازق خدها قعدها في حتة. أيوه يا عالم إيه اللي حصل. يمكن يا أختي قابلها وكلب عقلها حاكم الدوي على الودان مر من السحر. يبقى اللي يدلنا محمد خفاجة. حاكم أنا مديها 2 جنيه ودلاية دهب تشيلهم معاها. يبقى احنا لما نروحوا لمحمد خفاجة تطلبي منه يرجع ال2 جنيه والدلاية، وما تجيبيش سيرك انك عايزة انيسة ترجع خالص. عشان ايه ده كله؟ عشان المخفي عبد الرازق ما ينكرش لو مخبيها، وساعتها يعرف انك بتدوري على حاجتك وبس.